اسمها رغد. كانت بتحب بابا وماما كتير، وكانت بتسمع الكلام. وأول ما كانت تصحى الصبح كانت تبوس ايد ماما وبابا، وكمان كانت بتغسل ايديها ووشها علشان خاطر تبقى ريحتها جميلة. ماما حضرت لرغد الأكل وقالت لها يلا يا حبيبتي عشان تفطري، واوعي تنسي يا رغد تقولي بسم الله. قالت لها حاضر يا ماما، وانا كمان هخلص اكلي كله. قالت لها برافو عليك يا رغد. رغد يا حبايبي اكلت وفعلا خلصت اكلها كله، وبعد كده راحت علشان تلعب بالألعاب. وبعدين يا حبايبي بابا جه من الشغل وطلعت تجري عليه وكمان باست ايده. وبعديها يا حبايبي رغد وماما وبابا اتغدوا مع بعضيهم. وبعد كده رغد قعدت يا حبايبي تلعب بالألعاب بتاعتها ونامت بدري. في يوم من الأيام بقى يا حبايبي رغد صحت من النوم، لكن صحت قبل ما ماما تصحى. راحت قعدت تلعب بألعابها شوية، وقعدت لقت نفسها زهقانة جدا. راحت قالت لماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما اصحي بسرعة يا ماما. رغد ماما قالت لها ايه يا رغد في ايه؟ راحت يا ماما انا عايزة ادخل الحمام، الحقي يا ماما انا مزنوقة جدا. كانت يا حبايبي رغد لسه صغيرة، فما كانتش بتعرف تغسل لوحدها. راحت ماما يا حبايبي اخدت رغد ودخلتها الحمام، وقعدت تقول لها يلا يا رغد انت لسه ما خلصتيش. رغد تقول لها اهو يا ماما اهو. قالت لها رغد انت هتعملي ولا لا؟ قالت لها ايه يا ماما راحت، اصلك راحت يا ماما اعمل ايه؟ قالت لها ايه هي اللي راحت يا رغد؟ يعني انت مصحياني وعارفه ان انا تعبانه وجايه تقولي لي راحت؟ انت كده بتكذبي عليا. راحت قالت لها معلش يا ماما اصل هي راحت، انا اعمل ايه؟ انت هتصحى امتى بقى؟ قالت لها انا هروح ادخل انام، ولو لقيتك كذبت عليا تاني هعاقبك عقاب شديد. راحت ماما دخلت اوضتها ونامت، ورغد يا حبايبي قعدت تتفرج شوية على التلفزيون وشافت الكرتون بتاعها اللي بتحبه. وبعديها بشوية قالت انا زهقانة، انا هروح اصحي ماما. راحت لماما تاني وقالت لها بصوت اعلى يا ماما يا ماما يا ماما الحقي انا مزنوقة جدا المرة دي، انا مش قادرة يا ماما، يلا يا ماما تعالي معايا بسرعة. راحت ماما برضو يا حبايبي قامت من النوم وراحت دخلت مع رغد وقالت لها ماشي يا رغد يلا طيب تعالي. خلصت رغد قالت لها ايه يا رغد فين اللي انت خلصتي، انت عملتي حاجة؟ قالت لها يا ماما ما انا ما عملتش حاجة بقى عشان انا مش عايزة، ما فيش حاجة يا ماما اعملها. قالت لها يعني ايه مفيش حاجة تعمليها يا رغد؟ مش انت صحتيني من النوم وقلتيلي ان انت عايزة تعملي بيبي؟ راحت رغد قالت لها معلش يا ماما اصلك هي راحت تاني. قالت لها راحت تاني؟ والله يا رغد ما تصحيني تاني من النوم، ولو انت كذبت عليا انا هعاقبك عقاب شديد جدا. راحت رغد يا حبايبي دخلت برضو قعدت تلعب بألعابها، وماما دخلت اوضتها تنام. وبعديها بشوية رغد نست ان هي كذبت على ماما مرتين وان في عقاب مستنيها. دخلت على ماما وقالت لها يا ماما يا ماما يا ماما الحقيني يا ماما انا عايزه اعمل بيبي. لكن يا حبايبي تفتكروا رغد فعلا المرة دي عايزة تعمل بيبي ولا بتكذب تاني على ماما؟ ماما ردت عليها وقالت لها انا والله ما ايمالك، ولو عملت بيبي على نفسك انا هعاقبك عقاب شديد. راغد قالت لها والله يا ماما انا عايزة اعمل، وهي بتكلمها عملت يا حبايبي للأسف رغد على نفسها حمام. ماما أول ما شافتها جت مسكتها وقالت لها انا مش هضربك، لكن انا هخليكي تتعلمي ان انت تدخلي الحمام لوحدك. ما عدتش مدخلاكي تاني بعد النهارده الحمام، وانت اللي هتغسلي لوحدك. وكمان يا رغد ممنوع ان انت تقومي من جنبي غير لما اكون انا قايمه قبليكي. فهمت ولا ما فهمتيش؟ قالت لها حاضر يا ماما انا اسفه ما تزعليش مني،
قالت لها لأ، أنا مش زعلانة منك، ربنا كمان هو اللي زعلان منك. ربنا يا رغد لما بيلاقي الإنسان الكذاب ده بيكذب كتير بيروح كاتب في الكتاب بتاعه إن هو كاذب، ويوم القيامة بدل ما يندهوا باسمه هيندهوا بالكاذب. ينفع تبقى انتي ربنا يندهك يوم القيامة بالكاذبة بدل ما يقول اسم رغد الجميل؟ قالت لها لا يا ماما، أنا عايزة ربنا يحبني وما يزعلش مني. قالت لها خلاص، عايزة ربنا يحبك وما يزعلش منك، وعديني يا رغد ان انت عمرك ما تكذبي تاني يا حبيبتي، عشان الكذب ده حرام وبيودي النار، والصدق هو اللي بينجي الإنسان. قالت لها حاضر يا ماما، خلاص أنا آسفة يا رب، مش هكذب تاني خالص خالص. انا اسفة يا ماما، مش هكذب تاني خالص خالص. وبقت رغد ما بتكذبش يا حبايبي ابدا ابدا طول حياتها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ولو عجبتكم القناة ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. مع السلامة.